من السايبر للجامعة ازاي تدرس صناعة الألعاب في مصر. لو بتحب الألعاب قوي ونفسك تعمل لعبة تبيعها أو تشتغل في أشهر استوديوهات العالم، فدي أماكن تقدر تدرس فيها تصميم الألعاب بشكل أكاديمي. أول مكان هو جامعة مصر للمعلوماتية، اللي فيها تقدر تبقى مطور ألعاب وبتدرس الموضوع بشكل تقني عن طريق كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب. أما لو حابب تبقى مصمم ألعاب وشايف نفسك فنان، فتقدر تخش كلية الفنون الرقمية والتصميم، لأن في قسم تصميم الألعاب هتتعلم رسم الشخصيات وتحريكها، وكمان كتابة القصة والسيناريو وتصميم المراحل والمشاهد. تاني مكان هو الجامعة الأمريكية، واللي هتختار فيها تخصص تصميم الألعاب الإلكترونية، وده تخصص فرعي معمول بالتعاون بين الكمبيوتر ساينس والجرافيك ديزاين، تقدر تتعلم فيه كل حاجة ليها علاقة بالألعاب. تالت مكان هو الجامعة الكندية، وهتختار فيها تخصص تطوير الألعاب، واللي هتتعلم فيها برضو معظم الحاجات اللي ليها علاقة بصناعة الألعاب. رابع مكان، وده بقى لو أنت متخرج بس حابب الموضوع، وهو إنك تاخد منحة ITI لمدة 9 شهور وتختار فيها تطوير الألعاب. الألعاب الإلكترونية دلوقتي بقت صناعة بتنافس أهم 3 صناعات في الترفيه، وهي الرياضة، الأفلام والمزيكا، وده خلانا في مصر مهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية عشان نقدر ننافس في سوق العمل.